الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ العلم الشيخ إسلام مجد الإمام. أسأل الحق تبارك وتعالى أن يمن عليه ببركات القرآن الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون. وضرب لنا مثلا ونسي
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض فإذا أنتم منه توقدون فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد
أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر لا إله
الله أكبر الله أكبر الله شانئك هو الأبتر. اللهم اني داع لفقيدنا في هذه الليلة المباركة فامنوا. اللهم يا حنان يا ذا الجلال والإكرام اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. اللهم محسنا يا ربنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا يا ربنا فتجاوز عن سيئاته. اجعل يا ربنا هذه الليلة المباركة أسعد ليالي يمن له الكتاب يسر له الحساب اغفر له يا تواب. اجعل من فوقه نورا ومن تحته نورا وعن ايمانه نورا وعن شمائله نورا واجعله يا ربنا نورا على نور. اللهم مد له في قبره مد بصر. اللهم شفع في صلاته وسجوده وقيامه وركوعه وشفع في زكاته وصيامه وجميع صالح الأعمال يا رب العالمين وجميع صالح الأعمال يا رب العالمين. شفع فيه مرضه شفع فيه مرضه. اجعل يا ربنا صبره على مرضه في ميزان حسنات. اجعل يا ربنا صبره على مرضه في ميزان حسنات. اللهم ابدل دارا خيرا من داره وولدا خيرا من ولده وزوجا خيرا من زوج وجيرانا خيرا من جيران وعشيرة خيرا من عشيرة. اللهم ابدل دارا خيرا من داره وولدا خيرا من ولده وزوجا خيرا من زوج وجيرانا خيرا من جيران وعشيرة خيرا من عشيرة. اللهم هذا ضيفك نزل عليك وضيفك لا يضان فأكرموا بكرمك يا أكرم الأكرمين وسامحوا بعفوك يا غفور يا
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ارحموا يا ربنا فأنت بي راحم اللهم ارحموا يا ربنا فأنت بي راحم ولا تعذبوا يا ربنا فأنت عليه قادر ولا تعذبوا يا ربنا فأنت عليه قادر اللهم ادخلوا الجنة برحمتك لا بعدلك يا أرحم الراحمين اللهم ادخلوا الجنة برحمتك لا بعدلك يا أرحم الراحمين اللهم نور قبره بالقرآن وشفع فيه القرآن وارحمه يا ربنا ببركة القرآن اللهم شفع فيه القرآن ونور قبره بالقرآن وارحمه يا ربنا ببركة القرآن اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأناه من القرآن ونور ما تلوناه من القرآن ترحم يا ربنا ببركة القرآن ترحم يا ربنا ببركة القرآن ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا اذا جئنا اليك وحملونا على الاعناق ووضعونا في التراب وغلقوا علينا الابواب ارحمنا يا ربنا اذا جئنا اليك وضعونا في التراب وغلقوا علينا الابواب وتركونا للحساب ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي المتوفانا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعدك واغفر اللهم لنا وله يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشفع له يا رسول الله عندك الفاتحة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا
صراط مستقيم. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الإسلام مجد الإمام قارئ المقيم بالغير مركز ومدينة الغمر بمحافظة الدقهلية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت والضوء والمعرض الفني لإيضاح الحديثة وفق محطات جيز الكبرى صممت ركبت تحت إدارة الباشمهندس تامر أبو الغيط والمقيم بالغريب مركز ومدينة زفتة بمحافظة الغربية بالاشتراك مع مصور الحفلات الدينية باشمهندس محمد البيضق والمقيم بسلم الكبرى مركز ومدينة زفتة بمحافظة الغربية. أسرة الفقيد الراحل يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى هنا وشارك واجب العزاء وسعيكم مشكور جميعا.